تعرف ان الكوبايه اللي ملهاش اي 30 لازمه دي مهمه جدا في زيت بتاع عربيتك الفتيس؟ هتقولي ازاي؟ انا اقول لك بقى دي مهمه في ايه. اولا كده لما بتيجي تغير زيت فتيس عربيتك في ناس بتغيره بالجهاز، ولما بتيجي تغيره بالجهاز بياخد 8 لتر، هو بياخد 7 لتر وحوالي 700 جرام او 600 جرام، بس نقول له 8 لتر. يبدا يسحب لك ال 8 لتر كلهم اللي جوه الفتيس عن طريق الجهاز، بيشفطهم ويضخ ال 8 لتر التانيين جوه الفتيس. لو انت بقى هتغيره مانوال، الكوبايه اللي بقول لك عليها اللي هي ليها لازمه في فتيس عربيتك، اللي احنا بناخده بيها عينه الاول. العينه ديت اللي احنا بنشوف الزيت احمر، اسود، في رايش، عاوز يتغير. في اجهزه بتختبر الزيت بتاع الفتيس، بس افرض في ناس ما عندهاش او اصحاب ورش ما عندهمش الجهاز اللي بيختبر بيه الزيت، فانت بتختبره عن طريق الخبره اللي انت بتشوف الزيت احمر، اسود، عاوز يتغير، ميعاد وعدى، كل ده بتختبره بالنظر وهوريه لك دلوقتي على الطبيعه. تعال ناخده عينه واقول لك اللي هيحصل في الخطوه اللي بعديها ايه، ونغير زيت عربيتي بالمره واوريكم الخطوات كلها ازاي. ولازم الفتيس يكون بارد عشان ما تغيرش زيت الفتيس بتاعك والعربيه سخنه، انت اللي بتاذي نفسك. اولا كده احنا بنحل الطبقه السفليه اللي هي بتبقى في اخر الفتيس من تحت، ده اللي بننزل منه زيت الفتيس كله، وطبعا دي بيبقى فيها مغناطيس لو في اي راش ولا حاجه بتبان معانا. فاحنا كده هناخده عينه الاول ونشوف زيت الفتيس ده ايه قصته. نربط بقى الطبه تاني ونشوف زيت الفتيس محتاج يتغير ولا لا، ولا هو اصلا بقاله 40,000 كيلو عندي. بص يا سيدي، لو هنبص هنا للزيت هنا جوه هنلاقي الزيت يعتبر شبه يعني ما اسودش اصلا، وفي لسه لون الاحمرار بتاعه، بمعنى اصح كده اللي هو ما فيهوش رايش الحمد لله، ومش اسود، وريحته مش محروقه. فانت بتعرف زيت الفتيس عن طريق العينه اللي انت بتاخدها بالخبره بتاعتك، الزيت ده كويس ولا لا، عاوز يتغير ولا لا، اسود ولا لا، في رايش ولا لا. فالحاجات دي كلها بتعرفها عن طريق العينه، واهم حاجه العينه دي اللي بتقول لك تغير زيت الفتيس بتاعك ولا لا. طبعا انتوا متعودين لما بتنزل حاجه جديده في السوق لازم اعرفك عليها عشان لو عاوز تستخدمها بتبقى حاجه مضمونه. الزيت ده اسمه شامب اويل، الزيت ده لتواني، مكتوب عليه الاتحاد الاوروبي لان لتوانيا من الاتحاد الاوروبي. بص بقى فرق الزيت، بص هنا الزيت بتاعك الاحمر المفروض تحط في الفتيس بتاعك، وما بين الزيت الاسود اللي نزل منها اللي هو يعتبر شبه خلاص يعني. بص الفرق عامل ازاي. تاني حاجه يا جماعه، زيت الفتيس مش باللزوجه بتاعته، زيت الفتيس بالمواصفه. يعني حضرتك كل مصنع بيصنع العربيه بتاعته اللي بينزلها السوق كاتب في كتيب العربيه بتاعته مواصفه الزيت بتاع الفتيس اللي انت بتستخدمها. شامبو اويل عامل مواصفات لكل انواع الفتايس بتاعت العربيات، والزيت ده اصلا مواصفه عربيتي انا الفي اي اللي هو 6 سرعات. طبعا ده لتواني، مش ناقص كمان انا اطلع لك من لتواني عشان اقول لك الزيت لتواني، يعني ده اللي ناقص، يعني انا اطلع لك من لتواني كمان واقول لك ده زيت لتواني. لما اقول لك كلمه خدها مني ثقه. عايز اقول لكم المصنع ده كمان كلها زيت مواتير وزيت فتايس وحاجات جميله جدا. انا هستخدمه في عربيتي 6 سرعات، وانا اول حاجه بعملها ان انا بجربها في عربيتي قبل ما باجي اتكلم عن اي حاجه واجرب في الناس، بجرب في عربيتي الاول حاجه تمام وبتعمل كفاءه كويسه جدا، ابدا اقول لك استخدمه ليه، لان دي بتبقى حاجات من ضمن المنتجات اللي موجوده في السوق اللي لما بتنزل وانا بطمئن لها اول ما بعتمدها بقول لك على طول انا شغال منها. خلاص يبقى انت لما تيجي تشتغل منها يبقى مفيش ضرر. لما بتشتغل منها اشتغل على المواصفه بتاعت عربيتك، مش بلزوجه الزيت بتاع الفتيس، ده بالمواصفه مش باللزوجه. ركز في النقطه دي. الزيت لما تغيره في فتيس عربيتك غيره بالمواصفه بتاعت عربيتك، او اسال اي حد بتاع اوتوماتيك انت شغال معاه او الفني بتاعك يقول لك زيت عربيتك هو المواصفه اهمه. نازل في السوق المصري حاجه كويسه. انا بحترم اول مستورد اللي بيجيب حاجه من المصنع اللي من بلد المنشا على المستهلك على طول، ودي احسن حاجه بتخليني مطمئن جدا ان انا ابقى شغال في الحاجه، وحتى في عربيه الناس تبقى بقلبي جامد كده وباطمئنان عشان ما نجربش في حاجه الناس.